السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم مسؤول جميل أحمد. إن شاء الله دلوقتي هنكمل مع بعض الكورس الخاص بتأسيس منهج اللغة الفرنسية. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حاجة مهمة، وهي préposition contractée، هي حروف الجر المدغمة. يعني ايه حروف الجر المدغمة؟ عايزك تركز معايا وتفهم الحصة دي كويس، لأن الحصة دي لو أنت فهمتها إن شاء الله هتيسر لك كتير في منهج تالتة، وهتفهم حاجات كتير في منهج تالتة بسهولة. نبتدي على بركة الله. أول حاجة عندي حرف الجر آ. حرف الجر آ بمعنى إلى أو في. طب يعني إيه بمعنى إلى أو في؟ يعني مثلا لو بقول أنا أذهب إلى فبقوم كاتب آ بالشكل ده، أنا أكون في فبقوم كاتب في بالشكل ده اللي هي آ. اتفقنا؟ طيب إيه مشكلة الآ ديت؟ الآ دي لو جه بعدها أداة معرفة، هتقول لي أداة معرفة إحنا حافظينها من أول حصة اللي هي اللو واللا واللا بوستخوف واللي. لو جه بعدها أداة معرفة إيه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها إدغام. يعني إيه إدغام؟ ببساطة عندي الآ لو جه بعدها اللو، ما ينفعش اللو تتكتب جنب الآ، أمال بيحصل إيه؟ بتتحول لشكل جديد وهو الأو بالشكل ده. طيب زي مثلا ما أقول جو في أو كليب، فهنا أصلها اللي هي أنا أذهب إلى النادي، أصل الأو ديت اللي هي الآ واللو اللي هي إلى يعني وقال اللي هي الألف واللام اللي هي اللو، بس الآ واللو ما ينفعش يجوا جنب بعض فحولناهم في الشكل الأو بالشكل ده. اتفقنا؟ يبقى اللي عايزك تعرفوا إن الآ زائد اللو بتتحول لأو. طيب الآ لو جه بعدها الله عادي كتبوا جنب بعض عادي مفيش مشكلة، تبقى الله بالشكل ده. يبقى إلي ألا ميزون هي تكون في المنزل، مفيش مشكلة. طب الآ زائد ال أبوستخوف يتكتبوا جنب بعض عادي مفيش مشكلة، تبقى ال أبوستخوف. زي مثلا علي فا أليكول، علي يذهب إلى المدرسة. طب الآ زائد اللي في الحالة دي بقى ما يتكتبوش جنب بعض، أمال بيحصل إيه؟ بيتحولوا في الشكل الآ إي إكس بالشكل ده، اسمها أو، نفس نطق الأولانية، هي نفسها الأولى بس بزود هنا إكس في النهاية. زي مثلا ils vont au magasin، هم يذهبوا إلى المحلات، فإلى اللي هي الآ، قال اللي هي الألف واللام، فهنا المحلات جمع فحط اللي، بس الآ واللي ما ينفعش يتكتبوا جنب بعض، أمال بيحصل لهم إيه؟ بيتحولوا للشكل ده، يبقى ils vont au magasin هم يذهبوا إلى المحلات. يعني إيه اللي عايز تقوله يا مسيو؟ ببساطة خد بالك إن الآ بيتحط جنبها أي حاجة ما عدا حاجتين، اللو واللي. لو جه بعدها اللو تتحول لأو، جه بعدها اللي تتحول لأو فيها إكس، بس دي كل القصة. يعني مثلا لو جت الجملة بالشكل ده علي فا ألو ترافاي، ده يعتبر إيه يا شباب؟ غلط. إنما لما أقول علي فا أو ترافاي فده يعتبر صح. ليه؟ لأن الأ واللو ما ينفعش يتكتبوا جنب بعض، أمال بيتحولوا لأو بالشكل ده. اتفقنا؟ طب يا ميسيو تمام، بس أنا في الامتحان لسه هفكر بقى هي ولو تتحول لأو الكلام ده؟ لا، أنت احفظ دول. الأو بيجي بعدها مفرد مذكر، والألا مفرد مؤنث، والآ إلا بوسخوف مفرد يبدأ بمتحرك، والأو اللي فيها إكس بيجي بعدها الجمع، وأنت خلاص عرفت أصلهم جاي إزاي. طب تمام يا ميسيو أنا حفظتهم وفهمت القصة دي، بس هحل إزاي في الامتحان؟ نشوف مع بعض. ببساطة عايزك تعرف حاجة، أنت هتبص على الاسم اللي جاي بعد النقط، لو قدامه محدد حط العادية دي وأنت مغمض. ماشي؟ يعني هنا بيقول لي سات خوس ايه نقط سات في، هنا عندي سات في ده اسم اهو، مش قدامه المحدد بتاعه اللي هي صفة الإشارة، حط العادية. طب ليه حطيت لأن احنا عارفين ان الآ بيجي بعدها أي محدد ما عدا بس اللي هي اللي تتحول لأو واللي بتتحول لأو فيها إكس، فأنا هنا أساسا عندي سات، فبالتالي أحط ديت. طب لو الاسم ما كانش قدامه محدد زي ده مثلا فوزالي نقط باسكت دوما، هنا باسكت ده جاي من غير محدد، يبقى في الحالة دي بقى اختار حرف الجر بالمحدد بتاعه، فحدد بقى الاسم ده مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث، هلاقيه مفرد ومذكر. طب ايه دول اللي بيجي بعده مفرد مذكر؟ هلاقي فعلا اللي هو ايه؟ الاو ديت اللي هي اصلها الآ واللو. وصلت؟ يبقى عشان ما نتلخبطش، لو عندي الاسم قدامه محدد حط العادية، طب الاسم ما قداموش محدد شوف الاسم ده نوعه ايه، اختار حرف الجر المناسب للاسم ده. ماشي يا شباب؟ دي كل حاجة خاصة باللي هو حرف الجر المدغم اللي هو الآ. نيجي بقى على حرف الجر التاني وهو الدو. الدو بمعنى من أو عن، نفس الكلام، ممكن الدو تتكتب جنب أي محدد ما عدا أدوات المعرفة، لو جه بعدها اللو تتحول لدي بالشكل ده. زي مثلا جو فيان دي كلوب، أنا آتي من النادي،
فهنا زي ما اتفقنا الدو واللو ما اتكتبوش جنب بعض، امال بيتكتبوا ازاي؟ بيتحولوا لشكل جديد وهو الدي بالشكل ده. طيب الدو والله عادي يتكتبوا جنب بعض، زي مثلا لما اقول elle vient de la maison، هي تأتي من المنزل. طب الدو والال ابوستروف يتكتبوا جنب بعض عادي، زي مثلا علي vient de l'école، علي يأتي من المدرسة. طب الدو واللي زي ما اتفقنا ما يتكتبوش جنب بعض، يتحولوا لدي بالشكل ده، زي مثلا ils viennent des magasins. يبقى انا ببساطة اللي اعرفه هنا ان الدو يتكتب جنبها اي محدد ما عدا اللو واللي، لو جه بعدها اللو تبقى دي، لو جه بعدها اللي تبقى دي، بس كده. فيبقى بالتالي لما يكون عندي جملة بالشكل ده علي فيان دو لو ترافاي تعتبر في الحالة ديت غلط. طب غلط ليه؟ لان احنا قلنا ان الدو واللو ما ينفعش يتكتبوا جنب بعض، امال بيتحولوا لدي، تبقى علي فيان دي ترافاي، دي تعتبر صح. ونفس زي ما اتفقنا في الامتحان مش هقعد افكر هي دو زائد دو تبقى دي والكلام ده، قلنا ان احنا هنحفظ دولت. الدي بيجي بعدها مفرد مذكر، الدولار بيجي بعدها مفرد مؤنث، والدو الابوستروف بيجي بعدها مفرد يبدأ بمتحرك سواء المفرد ده بقى مذكر ولا مؤنث، والدي الجمع. اتفقنا؟ طب دي سهل، وناخد بالنا من الملاحظة اللي جاية دي، لان الملاحظة دي اللي هتفرق ما بين اللي احنا بحرف الجو الدو ده والحاجة اللي هناخدها كمان شوية عشان ما يدخلوش في بعض. ان حروف الجو المدغمة ديت ما بتتأثرش بالنفي. يعني مثلا لما اقول الفيان دي ترافاي هي تأتي من العمل، لو نفيت الجملة هحط الفعل ده بين النو والبا، حرف الجو المدغم فضل زي ما هو يعني ما اتغيرش، il ne vient pas du travail، هي لا تأتي من العمل. طب ليه ما بيتغيرش؟ لان ده حرف جو. طب ليه اخدنا الجزئية دي اساسا اللي هي ما بتتأثرش بالنفي؟ لان كمان شوية هنشوف حاجات شبه دول بالظبط بس استخدامهم تاني ما هماش حروف جو فبيتأثروا بالنفي، وهنشوف الحوار ده كمان شوية. فاللي عايزك تعرفه دلوقتي ان حروف الجو المدغمة اللي هي الد مع اللو تبقى دي، ومع اللي بتبقى دي بالشكل ده. وحروف الجو المدغمه اللي هي الدو ما بتتاثرش بالنفي، وهما بس حرفين جو اللي بيدغموا اللي هي الدو ديت والاه اللي احنا شفناها كمان شويه، دول بس اللي بيدغموا وبتغيروا مع اللو واللي بس كده. وقف الفيديو وفهم الجزئيه دي. طيب ركز معايا بقى ازاي شكله في الامتحان. نفس الكلام، لو عندي الاسم قدامه محدد حط دول عاديه وانت مغمض، زي مثلا الفيان نقط سا ميزون، هي تأتي عايز اقول مين منزلها، هلاقي هنا المنزل الاسم قدامه محدد احط دول عاديه، لان دو بيجي بعدها الصا عادي ما بتتغمش ولا بتتغير. اتفقنا؟ والصا دي طبعا اللي هي صفه الملكيه اللي احنا عارفينها من المحددات. طب مثال زي ده فوفوني نقط سينما، هنا عندي سينما ما قدامهاش محدد، يبقى طالما الاسم ما قداموش محدد يبقى ناخد حرف جو في المحدد بتاع الاسم ده. فحدد بقى سينما دي نوعها ايه، هلها اسم مفرد ومذكر، فالمفرد المذكر ياخد ايه؟ فياخد دي بالشكل ده اللي هي اصلها الدو واللو. ماشي يا شباب، واضحه ديت؟ يبقى ده شكلها في الامتحان والاسئله بتاعتها بتيجي بالشكل ده. نركز بقى دلوقتي يا شباب على الحاجه الجايه ديت لانها مهمه، وهي les articles partitifs، ادوات التجزئه. ادوات التجزئه ده نوع من المحددات، يعني احنا لو انت فاكر كنا اخدنا في اول حصه خالص اللي هي ادوات النكره والمعرفه والاشاره والملكيه، فده النوع الخامس وهو ادوات التجزئه. طب ايه هي ادوات التجزئه؟ اللي هي دي، دولا، دو لابوستروف، دي. هتقول لي دلوقتي استنى يا مسيو، مش احنا لسه واخدين دولت دلوقتي وقايلين عليهم حروف الجو المدغمه بتاعه الد؟ هم نفسهم في الشكل بس الاستخدام مختلف. يعني دي هنا تعتبر محدد اداه تجزئه، انما التانيين دول كانت حروف جو وكانت مدغمه اللي هي الدو، نتيجه اللي هي الدو بعدها اداه المعرفه، انما اداه التجزئه ده شكلها. اتفقنا؟ طب يعني بيختلفوا بس في الاستخدام انما الشكل واحد. طب ما علينا، الدي دي بيجي بعدها ايه؟ احنا اتفقنا ان دولت محددات يعني بيجي بعدهم اسماء. طب الاسماء دي عباره عن ايه؟ بيجي بعدهم الاسماء القابله للتجزئه، يعني اللي انا ممكن اقسمها زي اسماء الاكل والشرب. لو عندي اسم طعام وعايز اقول مثلا قطعه من الخبز، بعض من الماء، فبستخدم ادوات التجزئه ديت اللي هي بمعنى بعض من او some بالانجلش. اتفقنا؟ يبقى العفو هنا ادوات التجزئه دي دولا، دول ابوستروف، ودي نفس شكل حروف الجو المدغمه مع الده بس الاستخدام مختلف. بيجي بعدها اسماء الاكل والشرب اللي هي الاسماء اللي قابله للتجزئه وبيكونوا بمعنى بعض من. فالدي بيجي بعدها اسم مفرد مذكر زي مثلا دي جاتو يعني قطعه من الجاتو،
دي بان قطعة من الخبز أو بعض من الخبز، دي ري بعض من الرز. فعامة دي كلها عشان أسماء مفرد مذكر فحطيت قبلها اللي هي الدي. طبعا هنا دي كلها أسماء أطعمة. طب الدولار بيجي بعدها اسم مفرد مؤنث زي مثلا دولار كونفيتور يعني بعض من المربى، دولار فيوند بعض من اللحم أو قطعة من اللحم. طبعا دي عشان أسماء مؤنثة فحطيت قبلها أداة التجزئة اللي هي الدولار لأنها أسماء أكل ومؤنثة. طب الدو الأبوستروف يجي بعدها اسم مفرد سواء مذكر أو مؤنث يبدأ بمتحرك زي مثلا ما أقول ديلو يعني بعض من الماء، فالأو دي مفرد وبدأ بمتحرك حطيت قبلها الدو الأبوستروف. هنا ديلوف يعني قطعة من البيضة أو جزء من البيضة، فهنا البيضة مفرد مفرد عامة ومذكر بس بادئ بحرف متحرك فحطيت قبله الدو الأبوستروف. ماشي. طب الدي يجي بعدها اسم جمع ايا كان شكله زي مثلا ما اقول دي سيريال، دي سيريال اللي هي حبوب الافطار اللي هي زي الكورن فليكس كده، دي فيغوي اللي هي الفواكه او بعض من الفواكه. اللي عايزك تعرفه هنا ادوات التجزئه اللي هي دي دولار دول ابوستروف دي معناهم بعض من، ودي محددات بيجي بعدها الاسماء القابله للتجزئه زي اسماء الاكل والشرب. اتفقنا؟ هي عامه ادوات التجزئه مشروحه عندنا بالتفصيل في الوحدة الثانية في سنة ثالثة، بس أنا حبيت أوضحهم لك دلوقتي عشان تفرق ما بينهم وبين حروف الجو المدغمة. اتفقنا؟ طيب هل بيجي بس بعدهم أسماء الأكل والشرب؟ لا، بيجي بعدهم كمان حاجة، إن هما بيجوا بعد فعل فعل عشان يعبروا عن النشاط، سواء النشاط ده كان حاجة أنا ترفيهية بعملها أو رياضة بلعبها. زي مثلا ما أقول جو في دي فوتبول، أنا أمارس كرة القدم. هنا عند كرة القدم دي كلمة مفرد مذكر حطيت قبلها أداة التجزئة الدي. طب ليه حطيت أداة التجزئة هنا؟ لأن هي جاية بعد فعل فاعل، لأن عندي رياضة أو نشاط جاي بعد فعل فاعل، فالنشاط أو الرياضة ديت بيتسبق بأداة التجزئة. وهنا فوتبول مفرد مذكر فحطيت الدي بالشكل ده. نفس الكلام هنا الفادي ديسان هو بيعمل رسم يعني بيرسم، فهنا بعبر عن النشاط اللي هو بيعمله اللي هو الرسم، فهنا عشان جاي بعد فعل فاعل فكتبت أداة التجزئة اللي هي دي. بل عايزك تعرفوا هنا أدوات التجزئة بيجي بعدها أسماء الأكل والشرب وبتيجي بعد فعل فاعل لو كان بيعبر عن رياضة أو نشاط. ماشي، دي استخدامها. اتفقنا؟ طيب هتقولي طب دي ميسيو تمام، بس دلوقتي إيه الفرق بينها أساسا وبين اللي هي حروف الجو المدغمة؟ إحنا عرفنا الاستخدام، بس يعني ما إحنا كنا ممكن نمشيهم شبه بعض عادي ونعمل حسب المعنى. ببساطة الفرق كله أو الجزئية كلها بتكمن في ان ادوات التجزئه بتتحول لدو او دو ابوستروف في حالات معينه، انما حروف الجر ما بتتحولش لدو او دو ابوستروف. يعني مثلا لو عندي جمله منفيه، لو الجمله المنفيه دي فيها اداه تجزئه فاداه التجزئه دي تتحول لدو، او لو كان بعدها متحرك تبقى دو ابوستروف. انما لو انت فاكر من شويه قلنا حروف الجر دايما ثابته ما بتتغيرش حتى لو الجمله اتنفت، فده الفرق اللي بينهم واللي بيوقع ناس كتير وبيلخبطهم. فانت لازم يا بطل لما تيجي تشوف اللي هي شكل دي مثلا ديت تعرف هي دي حرف جر ولا اداه تجزئه. وعرفنا اداه التجزئه بيبقى بعدها اللي هي اسماء الاكل والشرب، او ان هي جايه بعد فعل فاعل وجاي بعدها نشاط او رياضه زي ده كده. اتفقنا؟ وما تقلقش بتاعه فعل فاعل دي مشروحه في الوحده في الدرس الاول في سنه ثالثه بالتفصيل، فهنشوفها برضه مع بعض لما نشرح المنهج ان شاء الله. فعامة لو عندك جملة منفية أداة التجزئة تتحول لدو، زي الجملة دي جو مانج دي بان، أنا أكل بعض من الخبز. أنا عايز أنفي الجملة فحط الفعل بين النو والبا أهو. هتلاحظ إيه اللي حصل؟ أداة التجزئة اتحولت لدو. طب اتحولت لدو ليه؟ لأن هنا الفعل منفي، الجملة منفية فأداة التجزئة اتحولت لدو. طب الحالة الثانية اللي بتتحول فيها أدوات التجزئة لدو سبقت المأكولات والمشروبات صفة جمع. يعني لو عندي الأكل والشرب كان قدامه صفة والصفة دي جمع، أداة التجزئة تتحول لدو، زي مثلا ديت جو مانج دي فريت، أنا أكل بعض البطاطس. فهنا لو كتبت الجملة بالشكل ده جو مانج، هنا بون فريت يعني بطاطس جيدة أو بطاطس لذيذة، فهنا أداة التجزئة كانت دي، كنا حاطين دي عشان بعدها اسم أكل وجاي جمع فحطينا الدي بالشكل ده. طب هنا بقى بعد أداة التجزئة عندي صفة جمع، فالصفة الجمع هنا خلت أداة التجزئة تتحول لدو، قلت جو مانج دي بون فريت. اتفقنا؟ طب الحالة الثالثة ان ممكن اسماء الاكل والشرب او الالعاب الرياضية نفسها تسبق بصفة كمية. يعني ايه صفة كمية؟ صفات الكمية مشروحة بالتفصيل في الوحدة الثانية ان شاء الله، فهنشوفها ان شاء الله في الوحدة الثانية. بس دلوقتي عايزك تعرف معايا القاعدة ديت اللي هي جو مانج دي فريت، انا اكل بعض البطاطس. عايز اقول مثلا كثيرا من البطاطس،
يبقى جو مانج بوكو دو فريت. هتلاحظ هنا أداة التجزئة دي اتحولت لدو. طب ليه؟ لأن هي جاية بعد صفة الكمية بوكو اللي هي بمعنى كثيرا، فلما جت صفة الكمية جه بعدها أداة تجزئة اتحولت لإيه؟ لدو. مثال تاني، جو في دي تينيس، أنا أمارس التنس. فهنا عندي أداة تجزئة اهيت جاية بعد فعل فاغ وجاية بعدها كلمة تنس مفرد مذكر. تمام. طب أنا عايز بلعب كتير تنس فهكتب كلمة بوكو. فلما كتبت كلمة بوكو أداة التجزئة بقت جاية بعد بوكو، ففي الحالة دي اتحولت الدي اتحولت لدو، بقت جو في بوكو دو تينيس. طب هل بوكو بس دي صفة الكمية؟ لا، عندنا صفات تانية هناخدها إن شاء الله خلال المنهج. اتفقنا؟ يبقى اللي عايزك تعرفه هنا عشان ما تتلخبطش إن أدوات التجزئة لو عندك جملة منفية تتحول لدو، لو كان جاي بعد أدوات التجزئة صفة جمع تتحول أداة التجزئة لدو، طب لو كان جاي قبل أداة التجزئة كلمة بوكو اللي هي صفة كمية تتحول لدو. تمام؟ إنما لو كانت حرف جو مدغم فحرف الجو المدغم ثابت زي ما هو في الشكل ما بيتغيرش أيا كان وضع الجملة. اتفقنا يا شباب؟ دلوقتي ده يعتبر الجزء الأول من الحصة، أنا قسمتها لك عشان لازم تفهم الجزء ده كويس. الجزء الثاني إن شاء الله هنشوف بقية حروف الجو اللي عندنا.